انا دلوقتي هسأل شات جي بي تي سؤال غريب جدا وعايزكم تشوفوا هيرد عليا ويقول لي ايه. شات جي بي تي، لو انت شيطان هتغويني ازاي؟ ازاي هتأثر على حياتي؟ وازاي هتخليني انسان فاشل في حياتي؟ وازاي هخسر الدنيا والاخرة؟ اتفضل. بيفكر. السؤال ده شيق، وهو بيعاكس تفكيرك في فكرة الصراع بين الخير والشر. لو كنت شيطان، والحمد لله مش شيطان، الطريقة الأساسية اللي هستخدمها عشان أغويك هي استغلال نقاط ضعفك وأحلامك. بمعنى، هأقنعك إن الحلول السهلة والسريعة هي الأهم حتى لو على حساب المبادئ. هزرع جواك الشك والخوف عشان تبعد عن خطوات النجاح والتغيير. هخليك تضيع وقتك على حاجات تافهة أو مدمرة بدل ما تستثمر في نفسك ومستقبلك. هأثر على علاقاتك بالناس اللي بيحبوك ويهتموا بيك، وهشجعك على الأنانية والعزلة. هقنعك إن متعة الدنيا أهم من أي حاجة تانية، وإن الآخرة مش أولوية دلوقتي. لكن النقطة الحاسمة إن كل ده يعتمد على اختياراتك أنت. لا شيطان ولا أي حاجة تقدر تغويك أو تخليك تفشل إلا لو سمحت بكده. قوتك الحقيقية في إدراكك لذاتك وقدرتك على التغيير والتوبة وقت ما تحس إنك ماشي غلط. انت شيطان نفسك، مفيش شيطان غيرك. اذا شئت هتبقى انسان كويس وانسان ناجح، واذا شئت هتبقى انسان فاشل. انت اللي بتختار، والقرار قرارك. اظن مش محتاج اعلق اي تعليق اكتر من اللي احنا شفناه دلوقتي. وبصراحة الذكاء الاصطناعي يا جماعة رايح في حتة تانية خالص، وربنا يستر من اللي جاي. ما تنسوش صلوا على النبي. ستوب.